انا عملت تجميعة ب 7000 جنيه وشغلت لي بابجي 90 فريم بكل سهولة. كمل معايا الفيديو للاخر واكتب لي في الكومنتات تفتكر التجميع دي تشغل العاب التريبل اي ولا لا. يلا بينا نخش على الفيديو. نبدأ باول قطعة معانا وهو المعالج اللي معانا النهارده وهو الاي 5 4570. المعالج ده بيجي باربع انويه واربع مسارات وبيجي بمعماريه 22 نانومتر وسرعته على البيس 3.2 جيجا هرتز وعلى التربو 3.6 جيجا هرتز. المعالج ده هيبقى كويس لو هتشتغل مونتاج لفيديوهات 720 بي او 1080 بي مع كارت الشاشه اللي معانا في التجميع. اما في الالعاب فالمعالج هيشغل لك العاب الاي سبورتس بشكل ممتاز، بس العاب التريبل اي هتحتاج تطور المعالج، بس هتشتغل بفريمات متوسطه ممكن 30 فريم او 40 فريم، وهتشوف اداء التجميع في الالعاب. بس كمل معايا الفيديو للاخر. وسعر الاي 5 4570 عامل مستعمل في المتوسط 750 جنيه. بحاول احط لك لينكات لشراء القطع في الوصف. وتاني قطعه معانا وهي الرامات. طبعا انسب حجم للرامات دلوقتي هو ال 16 جيجا، وحاول ما تنزلش عن كده الفتره دي عشان الالعاب والبرامج بقوا بيحتاجوا على الاقل 16 جيجا، وال 8 جيجا ما بقتش بتكفي. وانا بدور على رامات لقيت شخص منزل رامتين 8 جيجا دي دي ار 3 بسعر 900 جنيه. لقيتها صفقه الصراحه ممتازه جدا. وده كده بالنسبه للرامات. نيجي لتالت قطعه معانا وهي الهارد. طبعا دلوقتي ما ينفعش نعتمد على الهارد الميكانيكي اننا نثبت عليه الويندوز او البرامج، فهنجيب هارد اتش دي دي 500 جيجا للالعاب وهنجيب اس اس دي 128 جيجا للويندوز والبرامج. الاتش دي دي هيبقى عامل 500 جنيه في المتوسط، والاس اس دي هيبقى عامل برضه 500 جنيه في المتوسط. انت ممكن في المستقبل تزود الهارد براحتك، تجيب هارد 1 تيرا مثلا وتزود الالعاب، او تزود الاس اس دي وتجيبها مثلا 256 او 500 جيجا في المستقبل. وده كده بالنسبه للتخزين. تعال نشوف البورده اللي هتشيل كل القطع دي. وافضل بورده تشيل القطع اللي في تجميعتنا وهي الجيجا بايت اتش 81. البورده دي بتيجي بسوكت ال جي اي 1150 وبتيجي بمدخلين للرامات تشيل لحد 16 جيجا دي دي ار 3. والبورده دي بتيجي بمداخل للساتا، وسعر الاتش 81 في المستعمل عامله متوسط 1000 جنيه. ونيجي لخامس واهم قطعه معانا وهو كارت الشاشه. في الميزانيه اللي معانا الخيارات محدوده شويه، واول خيار معانا وهو الجي تي اكس 750 تي اي 2 جيجا. الكارت ده بيجي ب 2 جيجا في رام جي دي دي ار 5 وبيجي ب 86 جيجا باندوز، وسرعته على البيز 1020 ميجا هرتز وعلى التربو 1085 ميجا هرتز. الكارت ده بيستهلك 60 واط وبيحتاج باور 250 واط. وكارت ده سعره في المستعمل عامل متوسط 2000 جنيه. الكارت ده ممتاز مع الاي 5 4570 في الالعاب والمونتاج، بس ال 2 جيجا في رام قليلين دلوقتي عشان في العاب اصلا بتتطلب اكتر من 6 جيجا في رام دلوقتي، فتحتاج تطور وتجيب كارت 4 جيجا في رام في المستقبل. وتاني كارت معانا وهو الار اكس 470. الكارت ده بيجي ب 4 جيجا في رام جي دي دي ار 5 وبيجي ب 211 جيجا باندوز، وسرعته على البيز 926 وعلى التربو 1206 ميجا هرتز. الكارت ده بيستهلك 120 واط وبيحتاج باور 500 واط. وكارت ده ممتاز جدا مع المعالج اللي معانا، وهيبقى ممتاز في الالعاب والمونتاج، وهيديك اداء محترم في العاب الاي سبورتس والعاب التريبل اي. الكارت ده سعره في المستعمل عامل متوسط 2700 جنيه. وتالت كارت معانا وهو الار اكس 570. الكارت ده بيجي ب 4 جيجا في رام جي دي دي ار 5 وبيجي ب 224 جيجا باندوز، وسرعه الكارت ده على البيز 1168 ميجا هرتز وعلى التربو 1244 ميجا هرتز. الكارت ده بيستهلك 150 واط وبيحتاج باور 450 واط. الكارت ده اقوى من الار اكس 470 بفرق 10% في الاداء، واداؤه ممتاز جدا مع المعالج اللي في التجميع. والكارت ده سعره في المستعمل عامل متوسط 2750 جنيه. واكيد دلوقتي انت عرفت انا هختار انهي كارت فيهم. والكارت الانسب اللي اخترته للتجميع بتاعتنا وهو الار اكس 570 نسخه ال 4 جيجا في رام. الكارت ده يا جماعه مع المعالج هيبقى حكايه في الالعاب والمونتاج، ولو عايز تبدا كمان في صناعه المحتوى. وكده سعر التجميع لحد دلوقتي هو 5400 جنيه. فاضل اخر قطعتين وهما الكيس والباور. وانا بدور على باور سبلاي يكون 400 واط او 500 واط يكون كويس وسعره كويس، لقيت شخص منزل باور 500 واط 80 بلس برونز عامل 900 جنيه مستعمل. والكيس فاحنا هنجيب اي كيس مستعمله ما تعديش ال 300 جنيه نلم فيها القطعه. ولو عايز تشوف ايه افضل الكيسات اللي من 200 جنيه لحد 1800 جنيه فهتلاقي فيديو ظهر لك في الاي اللي فوق او هسيبه لك في الوصف، انصحك تتفرج عليه بعد الفيديو ده. وكده انا وريتك كل قطع التجميع، وسعر التجميع هيبقى 7500 جنيه. السعر زاد شويه، بس انت ممكن تلاقي قطع ارخص بسعر اقل من اللي انا جايبها، فهتقل من سعر التجميع شويه. تعال بقى نشوف اداء التجميع في الالعاب واللي حرفيا صدمني وهيصدمك كمان. وكمل باقي الفيديو عشان اقول لك زتونة الفيديو في الاخر. وزي ما انت شفت ده كان اداء التجميع في الالعاب التقيله والعاب الاي سبورتس. التجميع زي ما قلت لك هتبقى كويسه كبدايه لحد ما ربنا يكرمك وتجيب جهاز قوي في المستقبل، فانصحك تبدا بيها لحد لما تجيب جهاز في المستقبل ان شاء الله. نيجي بقى لزتونه الفيديو. في تجميعة النهارده انا حاولت ان اوازن بين المعالج والكارت عشان لو حبيت تبدا في صناعه المحتوى ما يواجهكش مشكله في المونتاج او في الالعاب. ولو حبيت تطور في اي وقت تقدر تطور قطع زي كارت الشاشه وتطور لكارت زي الار اكس 580 8 جيجا في رام مرتاح، عشان انا حاطط لك باور 500 واط، فده مديك
اريحيه في تطوير اي قطعه في الجهاز. ولو حابب تشوف فيديوهات جامده زي الفيديو ده هيظهر قدامك فيديوهين دوس عليهم قبل ما اقول سلام. يلا سلام.